وهوية النازل الثالث إلى الرابطة الثانية لم تتضح بعد. سارع غليزان في مأمورية تبدو في متناوله باستضافة لجمعية وهران من أجل الخروج من المنطقة الحمراء قبل فوات الأوان. اتحاد البوليدة يشد الرحال إلى بشار لمواجهة شبيبة الثورة في مهمة متباينة الأهداف. مستقبل البوليديين في الرابطة الأولى على المحك، والثورة من أجل مقعد إفريقي سيكون تاريخيا إن تحقق. نوادي أخرى مطالبة بجمع النقاط، خاصة التي تلعب بميادينها وأمام جماهيرها. على صعيد المقدمة، شبيبة القبائل أكبر المستفيدين من مخلفات الجولة الماضية في رحلة إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي. الشبيبة ومنذ عدة جولات كبر حلمها من أجل المركز الثاني. دفاع تجنانت يحل ضيفا على البطل اتحاد الجزائر الذي سجل عدة كبوات غير مفهومة. الدفاع يريد الاستثمار في هذه الظروف الصعبة والبقاء ضمن ثلاثي المقدمة.